ازيكم يا حبايبي؟ بصوا بقى من البداية كده، اعملوا لي لايك. بصي شكلها. مش هحط ايدي عشان لسه جايه وما غسلتش ايدي. بصوا المنظر وريحه بقى التوابل. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه. فحطها في التلاجة. وجبت خلاص كنت صرفت كل الفلوس اللي معايا. اول مره اجيب شعريه سايبه. يعني انا اصلا مش من طبعي بجيب الشعريه السايبه دي خالص. و وبجيب البتاع دوت وبجيب الشعريه الكيس. يعني حتى السايبه دي ما بتبقاش حلوه، تحسوا ان هي محروقه شويه. انا مش عارفه ايه، بس انا هظبط الدنيا يعني. فجبت ربع شعريه ونص كيلو رز ب20 جنيه. ماشي. دقيت اللحم بكام كيلو؟ اللحمه الجملي 300 ب350 جنيه. ب350 جنيه الكيلو اللحمه الجملي. ماشي. وجبت ب10 جنيه عيش، وجبت ب10 جنيه فول، وعندي جبن هنا اهوت. قلت احط كده اهوت واكل انا والعيال. اعمل كوبايه شاي، اظبط دماغي، وبعد كده اقوم اصبح في الكفته واقوم اعمل شويه رز يعني وكده اهوت. يعمل كفته ولوبيا واعمل شويه رز. كده كده انا عندي الصلصه في الفريزر، وعندي الحاجه عندي، واللوبيا برضو عندي، فعندي الحجان الحمد لله. يا دوبك بس الكفته اللي انا جبتها والرز والشعريه. بس عايزه اقول لكم، بس مش قادره اخد نفسي. عايزه اقول لكم الجو حر قوي، وعايزه اقول لكم كفتة اللوبيا دي جربوها، حلوة جدا، هتعجبكم جدا. الكفتة الجمل دي اللي هي ام الرز دي تحفة. ولو انت بتعمليها في البيت سهلي على نفسك واعمليها عند الراجل وخلاص، ريحي نفسك احسن. انا بصراحة ما بعملهاش في البيت ابدا. مش هقول بقى اشوف وشكم على خير، عشان انا لسه هصبع معاكم الكفتة ولسه اكمل معاكم بقية الفيديو. لو تعرفوا ايه اللي حصل لي، اقسم بالله تعيطوا عليا. مش قادرة اقول لكم ايه اللي حصل لي. اعرفوا بقى في الاخر عشان ما احرقش الفيديو، وكملوا معايا للاخر واقول لكم ايه اللي حصل لي وانا بعمل الكفتة. على فكرة الكفتة دي انا بحب احمرها وافرزها في الفريزر. على فكرة كنت مسجلة بصوتي ومرضتش ان انا او مرضتش بقى اطول عليكم الفيديو، فعشان كده قفلت الصوت وقلت اكلمكم فويس احسن. عايزه اقول لكم كفتة الرز دي انا بفرزها، بحمرها واستنى لما تبرد واكيسها في الكياس واحطها في الفريزر. انتوا فاهمين بعمل ايه؟ بحمرها واحطها في كيس واحطها في الفريزر. بتبقى طعمها بطلع الكيس يا دوبك على الطبخة على طول، على كيس الصلصة على طول. واللوبيا برضو في فيديو عندكم انا برضو عاملة اللوبيا، بوريكم يعني بفرزها ازاي. فالحمد لله بيبقى عندي كيس الصلصة، عندي كيس اللوبيا، كيس الكفتة. خلاص كده هو انا عملت الطبخة اصلا، خلصت. والبصل والثوم بيبقوا برضو مفرومين. عايزه اقولك لو وصلت لحد هنا بالله عليك اللايك والاشتراك. لو انت مش مشتركه اعملي لي اشتراك، جبر خواطر على الله. طب وبعدين في الراجل اللي معدي دوت، عايزه اقول لكم بجد اقسم بالله كنت متنكد عليا جدا في الفيديو دوت. هتعرفوا دلوقتي تنكد عليا ليه، هتشوفوا بعينيكم. دمي محروق ومتضايقه، وكانت نفسيتي زي الزفت. اصلا كانت الكفته دي اقسم بالله كانت قرفتها وحشه جدا جدا. فعلا في اكل قرفته حلوه ويخلص كده في ثانيه، وفي اكل بيبقى قرفته مش حلوه. يعني انا اول ما حضرت الرز واللحمه وكده اهوت، معلش بس ايه اقول لكم انا عملت اللحمه الاول. اقول لكم المقادير بتاعت الكفتة عشان ما انساش. بصي هتعملي نص كيلو رز، هتحطي عليه نص كيلو لحمة مفرومة من اللي هي الجمل ديت. هتحطي عليه 3 حزم خضرة محشي، شبت وبقدونس وكزبرة وشوية ملح وفلفل اسود والتوابل اللي انت حباها، وبتروحي تضربوهم في الكب. هتعملي نص كيلو رز هتعملي عليهم نص كيلو لحمة، هتعملي كيلو لحمة تعملي عليه كيلو رز. يعني مقدار الرز نفس مقدار اللحمة معلش. وتحطي صاحبة صلاية وتحطي توم. ماشي. كم فص توم كده ولا معلقه توم لو انت عندك التوم مفروم. ماشي. فالمهم كنت بقول لكم فعلا في الحاجات دي قرف. انا ساعه لما حضرت الرز والخضره والثوم والبصل
وكل حاجه والتوابل وكل حاجه، وكنت نازله افرم الكفته ديت عند الراجل. كان يوم الاثنين، ويوم الاثنين تعالوا بقى اوريكم حرقه الدم اللي بجد. بصوا النار، شايفين النار؟ بص كده اهوت على الاخر، بصوا انا معليه على الاخر. خلاص الانبوبه بتخلص وانا لسه ما كملتش حتى تحمير. بصوا الكفته، بصوا الكفته عامله ازاي، ولا خدت حتى غلوه، ما خدتش حتى غلوه. عندي الغاز اهو، انتوا عارفين ان انا خدت الشقه اللي انا نقلت فيها دي بالغاز. الغاز اهو، والانبوبه اهي، الانبوبه اهي. الانبوبه خلصت، الانبوبه خلصت. وطبعا الكفته دي ما استوتش. ماشي، تعالوا اوريكم حاجه تاني. شايفين الكفته؟ كفته زي ما هي، ما كملتهاش. اعمل انا ايه دلوقتي؟ شفتوا حرقه الدم اللي انا فيها؟ حرقه دم. عماله اقول لجوزي اعمل لي الانبوبه، تعالى نعمل الغاز. جاب الراجل اللي هو بتاع شركه الغاز، قال ده انتوا عايزين خرطوم للغاز، وعايزين مش عارفه حاجه اسمها كبس كده ومش عارفه ايه. المهم 1000 جنيه. تمام. وقال ايه؟ قلت له يلا بقى اعمل، هبقى الشركه ونعملها. قعد يقول لي بكره، بعده. يا ابني قبل ما الانبوبه تخلص يا حبيبي، قبل ما الانبوبه تخلص. لو الانبوبه خلصت هنتسوح. وفعلا ده اللي حصل، الانبوبه خلصت والاكل ده كده خلاص باظ. ان انا مش هامله انبوبه تاني، الاكل ده كده باظ. عملتش الرز كفته. المفروض ان انا بحمر كل كميه الكفته، انا بحمرها واقوم مكيساها، واقوم حطها في الفريزر. وقت ما اكون عايزه بطلع كيس الصلصه، بطلع كيس اللوبيا من الفريزر، بطلع كيس الكفته، واقوم حطاهم على بعض، واحط بصل وتوم، وخلاص انا خلصت الكفته. طبعا انا عمري ما فرزت الكفته كده، بس انا هضطر ان انا افرزها كده. مع ان انا ما بحبش الموضوع دوت، ما بحبش افرز الكفته كده. انا بحب ان انا احمرها واشيلها جاهزه، بحيث ان هي بتنشف، بحيث ان هي ما بتبقاش احسن حاجه لما بتحطيها كده اهوت في الفريزر من غير ما تحمريها. اقسم بالله اللي تتكل على راجل ده ولا تروح ولا تيجي، وحياة ربنا اللي تتكل على راجل ولا بتروحي ولا تيجي. ادينا اهو اتسوحت، الانبوبه خلصت، الاكل اساسا ده باظ. انا على فكره ما اعرفش حد هناك، وماليش عشان ما حدش يقول لي ايه خلي جارتك تسوي لك ولا حاجه، ماليش اي علاقه باي حد. ما اعرفش اصلا اساميهم. انتوا عارفين ان انا لسه ساكنه جديد، ماليش اي علاقه بالناس هنا اهوت. مش عارفه اعمل ايه. طبعا حتى لو انت يعني اتكلمت بتوع الشركه بقى ان هم يجوا يعملوها، اكيد مش هيجولك تاني يوم. والاكل اللي انا عملته دوت بوظ، يعني الاكل اللي انا عملته ده بوظ. والكفته دي هفرزها زي ما هي كده وخلاص، احطها في علبه تلاجة، وكل طبقه احط عليها كيس وهفرزها زي ما هي كده. ده اخرة الاهمال، اقسم بالله اخرة حاجتين، تتكلي على راجل، والتاني ان انتي الاهمال، ان انتي تهملي. مادام في حاجه مشغلاكي ما تفتحيش بقك. طب اهو اللي مشغلني وقف، الحاجه اللي مشغلاني وقفت. نيجي نستنى لما الغاز يخلص، وبعد كده نقعد ندور بقى. عايزه اقول لكم اتضايقت قوي ان انا اصلا تعبت جدا النهارده، وكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. فالله المستعان. وخلاص هعمل ايه؟ انا كده هجيب لهم اكل من بره، اصلا هجيب لهم اكل من الشارع. يعني كويس ان هي ما باظتش. عشان كده تحسوا حتى ان الكفته بصوا مشرخه كده، شايفين مشرخه ازاي؟ بسبب ان هي كانت متحمره ومحطوطه في الصلصه من غير اي غلوه، من غير اي حاجه. بس يلا الحمد لله يوم اتقضى. عايزه اقول لكم برضو الغاز ما عملتهوش، وبرضو جاب لي انبوبه تاني يوم. الله المستعان بجد، يعني الله المستعان.
يعني عنده يدفع 300 جنيه انبوبة ولا انه يعمل الغاز اللي هو يتعمل ببلاش اصلا. وادي شوية الرز، عملت رز بشعرية. بصوا مفلفل ازاي، بصوا حلوة قوي. ده الليمون هفتحه معاكم دلوقتي، لسه مفتحتش عليه زي ما هو اهو، هفتح معاكم. بصوا عشان بصور بايد واحدة هوقف وارجع لكم. بصوا الليمون، بصوا 3 ايام، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا الليمونة عاملة ازاي، مش عارفة افتحها لكم حلو، بس هي اساسا مش مستحملة. بصوا مش عايزة حد يقرف مني، بس انا عشان بصور بايد. بصوا بصوا هي اصلا مش مستحملة. بصوا منظر الليمون، بسم الله ما شاء الله.